إلى الأعظمية، إلى العاصمة العراقية بغداد. تبدأ المباراة، تنطلق المتعة، يبدأ اللقاء. استجابة لدعوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عبد الرزاق العيسى، وتزامنا مع جهود وزارة الرياضة والشباب لرفع الحظر عن الملاعب العراقية، نظمت رئاسة جامعة ديالى والكليات التابعة لها وقفة تضامنية شارك فيها رئيس وأعضاء مجلس الجامعة وعدد من التدريسيين والطلبة. نقف كمجلس جامعة ديالى هذا الموقف صباح هذا اليوم من أجل أن نشد على أيدي الرياضيين العراقيين، وعلى الأخص الاتحاد العراقي لكرة القدم في مطالبته العادلة بإعادة قرار الفيفا بفتح ملاعب العراق واستقبالها للمباريات ورفع الحصار عن العراق الذي استمر هذه السنين الطويلة. ونتمنى على كل القائمين في الدولة العراقية أن يسهموا في هذه الوقفات من أجل الضغط على الاتحاد الدولي الفيفا لتغيير قراره الذي نعتقد فيه قد ظلم العراق كثيرا وحرم رياضينا من تحقيق الإنجازات الكبيرة، لما لأرض البلد من دور كبير وللجماهير في التأثير على نتائج المباريات. قمنا كأعضاء في مجلس الجامعة بوقفة تضامنية مع مطالبات وزارة الشباب والرياضة برفع الحظر عن ملاعبنا الكروية، ومن قبلها تمت وقفات متعددة في ربوع الجامعة وبالذات في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للمطالبة برفع الحيف عن رياضة جماهيرية في عموم العالم وبالذر من المتابعين. المشاركون في الوقفة عبروا عن استيائهم للحيف الذي وقع على منتخباتنا العراقية من جراء استمرار فرض الحظر، وطالبوا الفيفا بإنهاء معاناة اللاعبين والاستجابة لمطلبهم العادل والسماح لهم باللعب على أرضهم وبين جمهورهم، لا سيما وأن ذريعة الإرهاب التي استند عليها قرار الحظر باتت من الظواهر العالمية التي تعاني منها بلدان العالم أجمع، ونحن اليوم نحاربه نيابة عن الآخرين. تقف جامعتنا تحديدا وكليتنا هذا اليوم تحديدا كلية العلوم جامعة ديالى وقفة تضامنية مع وزارة الشباب العراقية والاتحاد العراقي لكرة القدم في تضامننا ضد قرار الفيفا المجحف بمنع فريقنا الكروي ومنعه من اللعب على أرضه وبين جمهوره. إننا نقول هنا وباختصار شديد: يا فيفا، إن كانت حجتك الإرهاب فإن الإرهاب يضرب كل يوم وفي كل العالم، والعراقيون هنا نقولها بصوت مرفوع نحارب بالنيابة عن كل العالم، وأقولها باللغة الإنجليزية: FIFA lift the ban on Iraqi stadiums. Your gift to us is that you lift your ban on Iraqi stadiums in order to give us a chance to joy and encouraging our soccer team on our Iraqi stadiums. أقولها ونتمنى من الفيفا أن لا تحذو حذو الأمم المتحدة في عقوبات ماضية سابقة، نريدها أن تعطينا هذه الفرحة البسيطة، فإن عقوبتها بمنع ملاعبنا بحصار ملاعبنا هي قتل للأمل والفرحة في نفوس شبابنا ومشجعينا. ننتظر منكم الفرحة برفع الحظر عن ملاعبنا. نحب نوجه رسالتنا للفيفا. احنا كشريحة تدريسيين ضمن جامعة ديالى
نحب نوجه لهم ونقول لهم انه يرفعون الحظر عن الملاعب العراقيه، كافه الملاعب العراقيه، لان المنتخبات العراقيه حققت انجازات عاليه جدا، سواء كانت بالسنين السابقه او بالسنين الماضيه او السنين الحاليه اللي قدموا من ضمن كاس اسيا للكبار وكاس اسيا للناشئين. ونحب نقول لهم انه الشعب العراقي والفريق العراقي كشعبا وكفريقا هم محاربين للارهاب الذي يضرب جميع الدول والبلدان العربيه والاجنبيه. أمنيات وعيون تترقب السماح للجماهير العراقية بمؤازرة منتخبها على أرض الرافدين بعد أن طال انتظارهم وحرموا متعة الإنجازات لسنين طوال. كانت الملاعب فيها تزدان بالجماهير الغفيرة التي تعكس وقعا نفسيا لدى اللاعبين وتدفعهم لتحقيق النتائج الإيجابية. نطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا برفع الحظر عن الملاعب العراقية خاصة، وذلك لهذا الموضوع من أهمية وتأثير نفسي على الرياضيين العراقيين عامة وعلى فريق كرة القدم خاصة، ولما أهمية الملعب والجمهور بواقع نفسي على اللاعبين. وكذلك فإن الوضع الأمني الآن في تحسن مستمر والحمد لله رب العالمين، وليس لها ذريعة أن تكون هذه منع إجراء المباريات على الملاعب العراقية. نحن كشريحة شباب مشجعين المنتخب العراقي نطالب الفيفا برفع الحظر، فكفى حرماننا من تشجيع منتخبنا على أرضنا، ونبقى على هذه الحالة بتشجيع منتخباتنا ونجد أرضا محايدة في كل مرة. رفع الحظر عن ملاعبنا بات اليوم أمرا ضروريا بحسب ما يراه المنظمون للوقفة في ظل استكمال العراق لمنشآته الرياضية التي يشهد لها الزائر بأنها تضاهي نظيراتها العالمية، لا سيما منها المدن الرياضية في البصرة الفيحاء وكربلاء المقدسة، فضلا عن ملاعبنا في كردستان الحبيبة. وها هي اليوم تقف الجامعة بكلياتها وبأقسامها من أجل أن تدعم الاتحاد العراقي لكرة القدم في مطلبه العادل بأن يتراجع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن إجراء المباريات في العراق، وأن اليوم البلد يتمتع إن شاء الله بمساحة من الأمن تسمح أن تقام هذه المباريات، وعلى الأخص في مدينة البصرة أو مدينة كربلاء أو في إقليم كردستان. وهذه الوقفة اللي الآن مجلس الجامعة يرسل هذه الرسالة من أجل أن يحقق الحق وأن تعود الجماهير العراقية لدعم منتخباتنا الوطنية كواجب وطني يضاف إلى كل المهمات العلمية اللي تقوم بها الجامعات. المستطيل الأخضر في رحاب الجامعة شهد عددا من المباريات تزامنا مع الوقفات التضامنية تعبيرا عن حب العراقيين للعبة وأمنياتهم أن تعود ملاعبنا لسابق عهدها في استقبال المنتخبات العربية والعالمية. فيفا، أمنياتنا أن تؤخذ مناشداتنا صداها على طاولة اجتماعاتكم لتعود الحياة إلى ملاعبنا وتنعم منتخباتنا بمؤازرة جماهيرها. لقناة الجامعية الفضائية، علاء الأمين، ديالى.